حلم الوداد للإطاحة بمانشستر سيتي استراتيجية مبنية على تعاقدات نوعية. السلام عليكم. يدخل نادي الوداد الرياضي غدا الأربعاء بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 4 بتوقيت غرينتش. أقول يدخل غمار كأس العالم للأندية 2025، وهو يحمل على عاتقه طموح الكرة المغربية في مواجهة عمالقة العالم. في أول تحدي سيصطدم الفريق الأحمر بمانشستر سيتي بطل أوروبا والعالم في مباراة مصيرية قد تحدث المفاجأة إن نجح الفريق في تطبيق خطة مدربه محمد أمين بن هاشم بكل تفاصيلها. المدرب بن هاشم أكد أنه لا مجال للتهور في مواجهة فريق بحجم السيتي، مشيرا إلى أن الوداد سيلعب بخطة متوازنة تمزج بين الحذر الدفاعي والانتقال السريع نحو الهجوم. الهدف الأساسي هو تقليص المساحات أمام عناصر السيتي المعروفة بسرعتها في التحولات، مع محاولة مباغتتهم عبر المرتدات أو الكرات الثابتة، حيث قال: لن نلجأ للدفاع البحت، لكن لن نغامر أيضا. يقول بن هاشم موضحا أن الواقعية ستكون السلاح الأهم في هذه المواجهة. ولتنزيل هذه الرؤية على أرضية الملعب أبرم الفريق تعاقدات نوعية استعدادا لهذا الموعد التاريخي. فالنجم السوري عمر السومة الذي سيحمل القميص رقم 99 سيكون نقطة الارتكاز في الهجوم بخبرته الكبيرة في الملاعب الآسيوية وقدرته على حسم الكرات الهوائية والفرص المحدودة. إلى جانبه سيكون المغربي حمزة الهنوري رقم 29 خيارا مثاليا للسرعة والضغط المبكر. على مستوى الوسط سيعتمد بن هاشم على البوركينابي عزيز كي رقم 25 المعروف بقوته البدنية وقدرته على افتكاك الكرات، ما سيمنح خط الدفاع دعما مهما أمام ضغط السيتي المكثف. أما الخط الخلفي فقد تعزز بالبرازيلي جيرمي فيريرا رقم 72 والهولندي بارت مييرز رقم 22، وهما لاعبان يتميزان بالصلابة والهدوء في بناء اللعب من الخلف. الغائب الأكبر عن هذه النسخة سيكون بعض الأسماء التي كانت أساسية في الموسم الماضي مثل وليد ناسي وسيف الدين بوهرة، ما يدل على أن ابن هاشم أعاد بناء الفريق وفق رؤية تكتيكية دقيقة تواكب متطلبات البطولة. الوداد لا يدخل المواجهة كطرف ضعيف، بل كممثل لقارة بأكملها، حال بإعادة سيناريو الإنجازات التاريخية للكرة المغربية. وبالرغم من الفوارق الكبيرة على الورق، فإن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، خصوصا حين تقترن الجرأة بالتخطيط والروح الجماعية. المباراة ستنقل على قنوات DAZN. شكرا على المتابعة، ورجاء ما تنساوش لايك واشتراك.